انا تعبت وبسمع كل الناس بتقول ان شهر واحد ده اهم شهر في السنة، وده الحقيقة بيوترني اكتر. انا المفروض ابدأ من فين بالظبط؟ اراجع القديم ولا اركز في الجديد؟ انا اصلا الفترة الجاية كلها شوامل وكلها فوق بعض، تحس المدرسين كلهم متفقين علينا. شكلها كده امتحانات نص السنة بجد ولا ايه؟ انا اتشتت. ده كله كلام حقيقي انت هتواجهه في الشهر ده، وانا دلوقتي جاي لك من المستقبل. انا كنت زيك السنه اللي فاتت دفعه ثانويه عامه 2023، ودلوقتي جاي اشارك معاك 7 حاجات بس تعملهم في شهر واحد لو عايز تطلع منه باقصى استفاده ممكنه. ازيكم، انا كيرو. دول 7 حاجات لازم تعملهم في شهر واحد ثانويه عامه، وكمان تابعوا الفيديو للاخر لان في النهايه هنقرا سوا المذكرات اللي انا كنت كاتبها لنفسي في شهر واحد السنه اللي فاتت في ثانويه عامه. 1. اعتبر الامتحانات الجايه اكنها امتحانات نص السنه بالظبط. بص، انت بقالك تقريبا 12 سنه بتمتحن في الفتره دي، ومخك متعود على كده ان الفتره دي يعني امتحانات نص السنه، من ابتدائي واعدادي وكمان اولى ثانوي وثانيه ثانوي. مخك خلاص اتعود على قرطاسه المنهج في اخر شهر من الترم اللي هو الفتره دي، وتمتحن عليهم امتحانات نص السنه في المدرسه. ده كلام انا كنت بقوله لنفسي السنه اللي فاتت، وكنت بحاول اقنع مخي ان انت طالما متعود على 12 سنه ان انت بتذاكر وبتفهم وبتذاكر في الفتره دي من السنه، انا ليه اوقفه في الفتره دي في ثانويه عامه علشان مجرد ما فيش امتحانات في المدرسه عادي. فالفتره دي مسكت كل ماده وقعدت عليها اذاكرها اكني اخر مره اشوفها، اكني خلاص همتحن عليها امتحانات نص السنه وبعد كده هرميها، اكني هشوفها للمره الاولى والاخيره. وده فرق معايا جدا جدا. انت مش متخيل، انت حرفيا هتمسك كل ماده هتخلصها على بعضها من اولها لاخرها. وبالنظريه دي اللي انا اخترعتها وكمان مخي صدقها ومشيت عليها، عرفت ان انا انجز كل حاجه ورايا بحجه ان مخي متعود اساسا للمذاكره فتره كبيره في الفتره دي. تاني حاجه، لازم تراجع القديم حتى لو بصه سريعه. لازم تشوف كل معلومه انت قريتها، كل درس انت ذاكرته، كل حاجه مخك بيقولك فيها ها يا معلم انا نسيتها. طيب لو انا اصلا متاخر ومراكم حاجات وكمان ورايا حاجات جديده، اركز على الانهو؟ اراجع القديم ولا اركز على الجديد؟ قولا واحدا لازم تركز على الجديد. ده لو انت متاخر فعلا، او انت حاسس ان انت لا مستحيل ان انا اراجع القديم ده. لو انت كده فعلا ومراكم حاجات كتيره، يبقى على الاقل لازم تشوف الجديد اكنك اول مره واخر مره هتشوفه. تذاكر الدرس وما تسيبوش غيره وهو 100%. ما ينفعش تسيب الدرس وهو 80%. ودي حاجه انا بعملها لو انا مثلا مراكم حاجات كتيره بس انا مضطر ان انا اذاكر الجديد. فطول ما انا قاعد بذاكر الجديد مش بسيب الصفحه غير لما اسال نفسي سؤال واحد بس: هل هي كده 100%؟ اقول لنفسي 100%، يبقى كمل اللي بعدها. ليه بقى؟ انت كده بتدي نفسك فتره قدام ان انت هتذاكر القديم وانت مطمن ان الجديد 100% تمام. طيب لو انت بقى ماشي تمام الحمد لله ومش مراكم حاجات كتيره قوي، او مثلا مراكم حاجات بسيطه، تعمل ايه او تراجع ازاي؟ اولا هتقرا قرايه بسيطه جدا تفكرك بكل المعلومات. انت ممكن تتوتر وتقول يا نهار احمر، انا اخدت المعلومات دي قبل كده بجد، هو انا ليه حاسس ان هي اول مره اشوفها؟ ما تقلقش، عادي عادي، انت هتتغلب على الموضوع ده طول ما انت بتراجع على طول. هتتعود يعني ان انت في البدايه هتتخض وتقول ايه ده بجد انا اخدت الحاجات دي، لكن بعد كده ابقى قابلني لو نسيت. المهم ان انت هتقرا الدرس القديم بسرعه كده قبل ما تبدا في الدرس الجديد. يعني مثلا انا دلوقتي النهارده المفروض اذاكر الادب مثلا الدرس الخامس، طب ما تيجي ان انا اقرا الدرس الاول بالمره قبل ما ادخل في الدرس الخامس، وهكذا. ولو بقى بتحب ان انت تمسك الماده من اولها لاخرها على بعضها مفيش مشكله. انا بقى كنت بعمل ايه؟ انا من الاخر كده كنت بستغل فتره الشوامل. يعني مثلا انا بعد بكره عندي شامل احياء، فانا النهارده وبكره همسك الاحياء هفرمها من اولها لاخرها وكل الدروس هشوفها. ما ينفعش ابدا ان انت تدخل على شامل وانت مش مراجع كل تفاصيل كل الدروس، لان في ناس اساسا بتدخل الشوامل من غير ما تذاكر اصلا، مش عارف بتختبر مثلا قوه ذاكرتها ولا ايه، بس ده غلط. انا اكتر فتره كنت بذاكر فيها في السنه هي فتره الشوامل. سيبك بقى من المراجعات في اخر السنه وسيبك من ليالي الامتحانات، انا اكتر فتره كنت بذاكر فيها هي الفتره دي في الشوامل. رقم 3، لم المتراكم. دي افضل فتره في السنه ان انت بقى تشوف كل الدروس اللي انت وقعت منك في طول السنه اللي فاتت. اي درس، اي باب، اي شابتر، اي ماده وقعت منك في السنه اللي فاتت، ان انت اوعد نفسك في الشهر ده ان انت هتبقى ماشي مع صحابك بعد كده. لازم تقعد قاعده محترمه كده على اي درس وقع منك او اي حاجه انت راكمتها وتعمل جدول. وانا دلوقتي هساعدك بطريقه بسيطه ازاي تلم المتراكم اللي وراك. كل يوم هتخصص فيه وقت لمذاكره القديم بس او اي حاجه انت كنت مرقمها كالتالي: مثلا من الساعه 7 الصبح للساعه 12 كل يوم هقعد اذاكر في القديم. اما بقى بقيه اليوم فهعمل ايه؟ هقعد اذاكر الجديد بس. لان اكتر مشكله الصراحه بتقابل اي حد مراكم، او اكتر غلطه يعني اي حد مراكم بيعملها، وهو ان هو بيركز في القديم فقط ويتحبس فيه. يعني مثلا انا دلوقتي مراكم الباب الثاني في الكيمياء، اما اصحابي هم في دلوقتي في الباب الثالث. ما ينفعش بقى انا اتفلحس واقول لا
انا لازم امشي بالترتيب، لازم اخلص الباب التاني وبعد كده ابقى اشوف الباب التالت. دي اكبر غلطه ممكن تعملها. وعلى فكره في واحد صاحبي قبل كده يعني في ثانويه عامه السنه اللي فاتت عملها في الاحياء، ان هو راكم باب وبعد كده احنا دخلنا في الباب اللي بعده فقال لا انا لازم امشي بالترتيب، وفضل مراكم لغايه المراجعات وحصلت لخبطه كبيره بسبب حركه شبه كده. لكن انا كنت بعمل ايه؟ انا مثلا لو مراكم الباب التاني في الكيمياء فانا بذاكر الباب التالت معاهم عادي جدا ومع صحابي اكني ماشي توب بالتوب وكني عمري ما راكمت. لكن مع نفسي في البيت اقعد بقى قاعده محترمه على الباب التاني ده لوحدي، اقعد اخلصه جزء كده، اخصص وقت من يومي جزء لمراجعه الباب التاني وافضل عادي مع الباب التالت مع صحابي عادي. وبالطريقه دي انت هتخلص القديم وكمان من غير ما توقع منك الجديد، وفي النهايه هتوصل ان انت هتبقى ماشي زي الفل. 4 ضاعف وقت مذاكرتك. بص الفترة الجاية من السنة بجد مهمة جدا، وانت يعني لو بجد نفسك في ان انت تدخل كلية معينة او ان انت حتى تجيب درجة عالية، فانت لازم تيجي على نفسك الفترة الجاية، وفي النهاية ربنا هيكافئك على كل دقيقة انت قضيتها في المذاكرة. فانت لو بتذاكر ساعتين خليهم 4، لو بتذاكر 3 خليهم 6. حاول على قد ما تقدر الفترة دي طالما فيك نفس فان انت لازم تذاكر ولازم تيجي على نفسك. انا بقولك تيجي على نفسك، بس مش بعد كده ان انت ما تشجعش نفسك. كافئ نفسك، قول لنفسك انا فخور ان انت وصلت لغايه هنا، انا فخور ان انت بتذاكر الكميه دي، وانا فخور ان انت بتتحسن كل يوم عن اليوم اللي قبله، لاننا في الاول وفي الاخر بني ادمين. فانت لو جيت على نفسك من غير ما تشجع نفسك فانت هتعطل. خليك كل فتره اسمع كلام يحفزك، لان صدقني الكلام ده بيفرق قوي في سنه مهمه شبه ثانويه عامه، وانت هتلاقي نفسك بيفرق معاك التحفيز والتشجيع وبتمسك فيه بايدك كده واسنانك وبيفرق وبينقلك في حته تانية. 5 قلل التشتت. دي حاجه انت لازم تشتغل على نفسك فيها الفتره الجايه من السنه. انا عارف ان ايامك كلها بقت دلوقتي شبه بعض، عارف ان في ايام انت نفسك ان هي ما تعديش لكن بتجري بسرعه، وفي ايام تانية نفسك ان هي تبقى سريعه لكن بتمر اكنها سنه. انا كانت مشكلتي ان في ايام كتير قوي ان انا كنت متشتت. انا حاسس بيك وعارف ان هي مشكلتك انت كمان، لكن انا حاولت ان انا احسن من نفسي في موضوع التشتت ده السنه اللي فاتت زيك دلوقتي في شهر 1 السنه اللي فاتت. انا عارف ان كل يوم بيبقى بدايه جديده، لكن في ناس بتفرق معاهم ان احنا بدايه سنه جديده، ودي حاجه بتفرق مع اي شخص. فانت استغل الفتره دي علشان ان انت تحط اهداف واضحه، وده هيساعدك ان انت تمر بفترات صعبه كتيره قوي قدام وتحقق هدفك. رقم 6 اعزل نفسك. قلل قعدتك على السوشيال ميديا، قلل قعدتك مع صحابك، وكمان قلل صياحك، وقلل كلامك السلبي، وقلل كلامك اللي ملوش لازمه. فقط اعزل نفسك. كل حاجه هتستنى لبعد ثانويه عامه، في حياه كبيره قوي مستنياك بعد ثانويه عامه. انت هتواجه صعوبه شويه في ان انت تتعامل معاها بما ان انت هتبقى عازل نفسك لفتره كبيره، لكن كله يستاهل. انت لو عزلت نفسك دلوقتي نفسك هتبقى مفتوحه قدام على الحياه. قلل تفكيرك في ان انت هتعملها ولا لا، قلل تفكيرك في كام واحد هيبقى مبسوط بنجاحك وكام واحد هيبقى متعشم فيك لو للاسف لا. فقط ان انت اعزل نفسك وفاجئ كل الناس بعد ما تخلص قول لهم انا نجحت. رقم 7 ارمي اللي فات. وبما ان انت داخل على فتره معجنه في الشوامل ومعجنه في الامتحانات فانت لازم تكتسب المهاره دي. انا خلصت الامتحان من هنا، انا خلصت الشامل من هنا وخلاص رميته وركزت في مذاكره الشامل اللي بعده. انا فاكر يوم الجمعه السنه اللي فاتت بالنسبه لي كان يوم صعب قوي، كان بيبقى عندي الصبح الساعه 9 الصبح شامل احياء وبالليل الساعه 6 شامل كيمياء، فكان بيبقى يعني يوم زحمه قوي، وانا كان مطلوب مني ان انا اخلص امتحان بتاع الصبح وارميه ورا ظهري وافضل استرجع كده سلامي الداخلي وافضل اركز في الجديد. ودي حاجه محدش هيقولها لك او محدش حتى هيعلمها لك، مفيش درس في ثانويه عامه ازاي تتخطى الامتحان الصعب. والفتره الوحيده اللي بتبقى اختبار حقيقي لفتره امتحانات اخر السنه هي الفتره اللي احنا فيها دلوقتي بتاعه فتره الشوامل بتاعه امتحانات نص السنه. حاجه تانية في ارمي اللي فات، عايزك ترمي فكره ان انا ما كنتش شاطر في السنين اللي فاتت معنى كده ان انا مش هبقى شاطر في ثانويه عامه. دي فكره فاشله اصلا. اوائل الثانويه عامه وكل الناس اللي حققت حلمها او اغلب الناس يعني اللي دخلت كليات بيقولوا عليها ان هي كليات كبيره كانت ناس اساسا مش معروفه او ناس حتى ما تعرفش ان هي معانا في الدفعه وطلعوا اوائل جمهوريه. مستواك في السنين اللي فاتت ليس مقياس بالمره. بس في حاجه هنا نفسي ان انا ازودها، وفي فئه انا عايز اتكلم عليها لان الحقيقه ما حدش بيتكلم معاهم يعني، وهي الفئه بتاعت العيال اللي بتطلع اوائل اساسا. بص انا هقول لك كام كلمه من الاخر تحطهم في دماغك. بص انت لو بتجتهد السنه دي وبتعمل اللي عليك من الاخر كده ربنا كان معاك كل السنين اللي فاتت دي، فهو مش هيسيبك في السنه دي لان السنه دي مهمه، فانت ما تقلقش هيبقى ليك نصيب في ان انت هتجيب درجه عاليه. من الاخر تعالوا بقى نقرا المذكرات اللي انا كنت كاتبها السنه اللي فاتت في شهر 1 يوم 2 يناير 2023. كنت كاتب حاجه بسيطه قوي، كنت كاتب منزل صوره وكاتب الحمد لله عايز اركز اكتر في الدراسه كويس جدا وبدون تشتيت. فكره التشتيت اللي كانت مضايقاني وشاركتها معاكم وانتوا اكيد برضو هتضايقكم الفكره دي اهو كنت كاتبها. حاجه تانية بقى كنت كاتب يوم 17 يناير 2023 كاتب فقت المذاكره.
نعمه ربنا معايا وبذاكر كويس جدا الفتره دي، بجمع كل الدنيا قديم وجديد، وبجد ربنا يسهل وبفهم. عايز اعدي الفتره وانا مقفل القديم حلو جدا. بحاول اقنع مخي ان امتحانات الدروس اللي جايه هي امتحانات نص السنه علشان اذاكر وكده. فكره جامده جدا وربنا يكمل. عشان تعرفوا ان انا لما بطلع مثلا اقول لكم اي نصايح او اي حاجه في ثانويه عامه، ان انا بقولها من تجربه واقعيه وحاجه انا عشتها وحاجه كانت يعني انا كنت محتاجها ان انا اسمعها، فانا بقولها. انا مش بطلع اقول اي كلام وخلاص. بس كده، اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي، واشوفكم احسن ناس في الدنيا.